قصة صغيرة ركز فيها كويس واسمعها للآخر. كان في أب عنده ابن في سنكو، شاب كده صغير. قال له: يا ابني، محتاجك تعتمد على نفسك في الحياة. انزل واشتغل، وفي آخر اليوم لازم تجيب النهاردة قيمة جنيه دهب. وهو نازل، أمه راحت جاية مدياله جنيه دهب، قالت له: انزل واشتغل، ولو الدنيا وقفت معاك خلي الجنيه ده عشان ما تضايقش أبوك. رجع الولد بعد ما لف لفة طويلة خلال اليوم، ووالده قال له: عملت ايه؟ راح جاي مديله جنيه دهب، اخده راح واخده رميه. تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، في يوم وهو نازل امه كانت نايمة ومعرفش يخش يصحيها علشان تديله الجنيه الدهب اللي بيرجع بيه كل يوم. بعدها الولد اضطر ان ينزل يشتغل عشان يجيب قيمة الجنيه الدهب. شقي وتعب، المواقف الصعبة خلته يسعى، وهو رجع بعدها بيومين بالجنيه الدهب. بات في الشارع واتمرمط. ساعتها ابوه خد منه الجنيه الدهب وجه يرميه، راح ناطط وطاير عليه، قال له: انا شقيت وتعبت فيه. ساعتها ابوه قال له: انا وقتها هنا صدقت ان الجنيه ده جه من تعب. الحاجة اللي بتتعب فيها بتعرف قيمتها، والحاجة اللي ما بتتعبش فيها قيمتها سهلة بالنسبة لك. لو وقع في ايدك 1,000,000 جنيه وانت ما تعبتش فيه مش هتحس بيه، ولو وقع في ايدك 10 جنيه تعب وشقة هتعرف قيمتها كويس جدا.